محافظة الأبطال، المحافظة الأبية اللي هي محافظة البصرة، شريان العراق الأبهر أنا أسميها. فمن خلال هاي القصة تحية حب واحترام الكل أهل البصرة الطيبين. الحاصل جيب الليف ود الليف، قاعدين بالقصر الجمهوري أبا مرسيدس الصفرة واقفة لي قدام. لحظة شباب بس ضلوا وياي. نعم حلو. الحاصل شباب جيب الليف ود الليف، قاعدين بالقصر الجمهوري. بوقتها اتذكر لحد الآن الساعة بالستة 6:30 الصبح. أنا كان عندي واجب هناك بالقصر الجمهوري، سويت له مشكلة صارت يعني في الشغلة، فأعطوني وظيفة قالوا أنت بعد ما ترافق الموكب اللي يطلع دي جي الرسام. نورت حبيب قلبي فدوى قلبك الغالي، صديقي وأخوي القديم اللي صديق القديم لحد الآن، وأخي دي جي الرسام أبو أمريكا البطل. الحاصل عبد حمود نبش عليه، قال له هذا هنا يسوي مشاكل. قال له الرئيس، قال له ترى ابو شاهين يسوي مشاكل ومن هالامور احنا بعد ما نقدر ناخذه ويانا بالمؤتمرات. والمؤتمرات انا ذاك كانت بيها فت فقره طبعا ما حد يعرف بهذا الشيء، اللي هي تقول اول 3 خطوط، اول 3 رايات من القاعه ممنوع اي شخص يقعد بيهم، يعني مواطن عادي ممنوع. هذا الشيء معروف ويعرفونه كل ضباط الميمخاء. فصار مؤتمر، اجى تليفون قال ياباكم مؤتمر بالبصره. انا كانت وظيفتي ادشون هاي الكارتات مال رصيد، افتر على ضباط القصر من هو لحيته طالعه عجل يلا روح زين، عجل روح زين، عجل روح زين. هاي كانت وظيفتي اللي يحالون عليها مثل العمره، لان كان الرئيس يحبني فما يعاقبني اكثر من هاي العقوبه. عجل روح زين، عجل روح زين يا ضابط. تجي طالعه لحيته مدنبلك عجل هبده يلا قبل على الحمامات. خلونا على هاي. فسياره صفرة مرسيدس كان قاعد بالصدر عبد حمود يريد يسوق. هاي السيارة اللي كانت خاصة بالواجب، يسموها سيارة الواجب، اللي ياخذون بيها الهدايا والعطور والشغلات. اللي جيت انا على عبد قلت له وين طالعين؟ قال مو شغلك. بوقتها جريته ارد اطلعه من السيارة، اباوع من شباك الطابق الثاني مال القصر السيد الرئيس مدرسة. كان يقول وين اوديك بعد وليدي ليش تسوي مشاكل؟ قلت له سيدي اريد اجي وياكم. قال خلاص عبد اقعد بالصدر ابو شاهين اللي يسوق. طلعنا بعد انت تعرف سريعة الزمة بغداد الجديدة وتطلع على البصرة تتوجه. طلعنا للبصرة برج 8 وربع. المؤتمر يبلش ب3 بس 6 مرسيدس عندك قبق اسود 300 جديدة وموكب كامل. طبينا عاد وين؟ للبصرة. لقينا قاعة كبيرة واهل البصرة الطيبين كلها ملتم العالم وهوسه بالباب، وهذا اللي يهوس وذاك المهوال وهذا المدري شنو وهذا اللي يقدم وهذا. يعني المدينه كلها كرم ان شاء الله، العراق كله كريم. وجايهم بذاك الوقت صدام، جايبين شعراء، جايبين مهاويل، جايبين ناس يعني تتكلمه. الحاصل باوع قاعه والله على الكاتب مالك على يمين، قاعه كبيره صاج القديم، الديكور مالتها صاج القديم، وصايره مثل الطابقين يعني بس طابق سقف واحد طابقين، ناس تقعد هيجي، وصاير الدرج مالتها مثل القاعات مال الجامعات. الحاصل اول 3 خطوط ممنوع واحد يقعد بيهن، لان هذني من جهاز الميمخاء هو مخصص السيد الرئيس اذا راح على مؤتمر معين. انا ذاك ال3 رايات الخطوط مال الكراسي ممنوع واحد يقعد بيهن غير ضباط الامن والمخابرات والاستخبارات بذاك الوقت. اكو شاعر من اهل البصرة رحمة الله على روحه، اسم كبير ومعروف، واهل البصرة كلهم وخاصة منطقة 5 ميل يعرفون الجاي يسولف. الشاعر الكبير الراحل المرحوم عطا السعيدي. اجا وين قعد؟ بالخط الاول يم الكرسي اللي يقعد بيه صدام حسين. عاد جاء عليه ضابط اسمه عمر من اهل الحويجه، لحد الان اتذكره، شاب صغير كان مزين مارنز، هسه ما اعرف وين صفه بالوقت، يمكن هسه حاليا هو بكندا اتصور هيك. قال له ممنوع تقعد هنا. كان يقول له انا عطا السعيد انت ما عرفتني انا ما اقوم من هذا المكان. هذا صح ممنوع، هذا قل له ما اقوم ما ادري شنو. طب كان يطب صدام حسين، صارت خبصه قامت الزلم، وهذا اللي يهوس وهذا اللي يصيح بالروح بالدم وذاك ما ادري شنو. هيك الدنيا انقلبت بالباب.
عبد يوخر بالعالم وانا طبيت، لا اقول لك ولا تقول لي اوخر بالعالم. جيت قلت له عمر شنو مشكلتك ويا هذا الشخص بوقتها؟ قال ما يقوم من هذا المكان اللي متعارف عليه يسمونه مكان الواجب، يعني تصير فد مجموعه ضباط يلبسون مدني. هاي قصه يعني عرفوها كل اهل البصره. مجموعه ضباط رتبه عقيد عميد ملازم ايا كان، عندهم ذن الثلاث رايات على الكاتب يقعدون عليهن 3 رايات، وصدام يصير بالنص خاف ويصير ما يصير عليه. وكانت قبلها محاولة اغتيال على السيد الرئيس صايرة بالغربية يسموها العقداء ال4. أنا ذاك فقد ما دخل السيد الرئيس وأنا دخلت وياه وصارت هوسة وعبد وتفاككت العالم، قعدنا على الكراسي كان ورانا 4 عقداء. فعطى سوى ذكي صدام قعد مقابيله. الحاصل واحد من العقداء يريد يقوم بعد انفرض بقعدته هنا ممنوع هو يقعد. فقال له شنو رتبتك؟ قال له انا رتبتي عقيد. التفت على هذا قال له شنو رتبتك؟ قال له عقيد. التفت على الوراء عقيد، التفت على الوراء عقيد. قال لهم يعني انتم العقداء ال4؟ وضحك. العقداء ال4 بوقتها لو سامحه السيد الرئيس كان رأسا هذول راحوا، لان انا ذاك كان يقول لك اذا كان عنده فد رمز السيد الرئيس اذا قال سلموا لي على اهله، اي انسان يباوع له ويقول سلموا لي على اهله معناها الى الله سافره الى الله، معناها باي باي. الحاصل فهذول طفروا وقال لك لا نطبهم منطلق، سلموا لي على اهله شباب. انفرد هنا عطى السعيدي وسيد الرئيس. فاجى هذا عريف الحفل كان يقول ويتقدم بالكلمة القائد المجاهد قائد العرب فخر العرب. ومن هالمجاملات هاي الدولية، المجاملات اللي كان يجاملها كل الناس للسيد الرئيس، السيد الرئيس القائد القوات العامة المسلحة صدام حسين. الحاصل طفر الرئيس بوقتها كانت بيده جقارة جرود استوى مرتها، كان طق نفس من عنده كان يخليها عنه فاضة لأن قدموه لازم يقوم يلقى كلمة. وين ما طفر جو الحماية ركضوا وانا ركضت دقوم يا عطا وين؟ تشلب بالجقارة واخذ. انا لازم ايدي هيك ارد اجر الجقارة ما اقدر بعد شلب بيها. الزعيم صفا كرادة تاجر الله يحفظك ويفرج عنك شباب الكل يقول ان شاء الله الله يفرج عن الزعيم صفا كرادة الدبابة البرانز البطل. الحاصل لا اقول لك ولا تقول لي تشلب بالجقاره ما يعطيها. قلت له ليش ما تعطيها؟ قال جقاره ابوي انت عليك، وقام بس يشمشم بيها صدام حسين يباوع. حكى الكلمه مالته وكمل. رجع على عطا كان يقول له منو انت؟ قال له انا عطا السعيدي الشاعر عطا السعيدي. كان يقول له انا ردت اطبقكم منطلق سلموا لي على اهله، ولكن شفعت لك كلمة جقارة أبوي وأنت مالك شغل بيها. عبد سيدان 91 للشاعر عطا عفي عطا. وضحك بوقت. فكانت أنا ذاك هواي أسامي ما تنذكر لغرض ما. اللي قوم الشاعر عطا السعيدي وما خلى ملازم اول عمر الحويجي يدخله منطلق سلموا له على اهله هو اخوكم ابن الناصريه. تشون يا شباب؟ شباب خلص الاذان بالعراق. لحظه نعم شباب. اي خلينا نشوف باسم تاكد من عنده. شباب مدينة العاب بغداد زيونة خلاص. بس قل لي خلص الاذان لو بعده دي يلا.